يا ابني بقول لك الحكم التركي ده اتوقف في بلده وما بيحكمش، والجمهور بينزل يضربه وبيهرب من المدير الفنيين والشرطة بتحميه. حكم بايظ يقول لك لا 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 انت عايش دور الضحية والمؤامرة الكونية. يا ابني الحكم اتمنع من دخول السعودية يحكم ولا ليه علاقة بأي حاجة، ومراهنات وقلة أدب وحكم فاسد وبايظ يقول لك لا 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 انت عايش دور الضحية والمؤامرة الكونية. يا ابني الكرة بتاعت بن شرقي اللي فيها يا عم فيها احتمال ايه لمسة يد، ما رجعش للفار ليه؟ بسيطة اهي بسيطة. يقول لك لا لا انت عايش دور الضحيه والمؤامره الكونيه. يا ابني محمد هاني زق بايده وانت شفتها بعينك، زق شيكوبانزا شفتها بعينك وبتكدب عينك. يعني ميولك الرياضيه وانتمائك للنادي الاهلي لغى شخصيتك خالص. انت شايفها عادي، دي ضربه الجزاء دي شايفها عادي ما فيهاش اي حاجه، وراحت اتردد بالهدف الثاني للنادي الاهلي. يقلب اخرس كده ويتلجج، وبعد كده العنجهه ترجع فجاه كده، والغرور اللي هم ايه طبعا الاهاله الاعلاميه بتاعتهم صنعتها، وان النادي الاهلي صنعهم ان هم صح في جميع الاحوال، يقول لك لا 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 برضو ايه عايش دور الضحيه والمؤامره الكونيه. يا ابني كوكا برضو زق شيكوبانزا، واحتمال تبقى ضربه جزاء، ده الحكم شافها ولا انت ما شفتهاش؟ امال انت يا ابني انا اقول لك ايه؟ يبدا يقلب اخرس، وبعدين يفتكر العنجهه بتاعتهم برضو يقول لك لا 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 احنا صح في كل حاجه وقراراتنا صح والماتش كان زي الفل، وانت عايش دور الضحيه والمؤامره الكونيه. يا ابني طب الجون بتاع الجزيري، جون الزمالك، مش جات من برضه منه، جات في ايده غصب عنه وراحت، وياسين مرعي حاول يطلعها. القانون بيقول ايه؟ يا طلعت المفهوميه يا برميل الذكاء يا بحر المعرفه. اللي قعدتوا تفهمونا قبلها القانون قبل كده كان بيقول ايه يا سكر؟ ماتش سيراميكا لما جات وبتاع قعدتوا تقولوا لنا القانون، وهو نفسه برضه القانون في جون محمد فضل في الترجي اللي جابه بايده، وهو نفسه برضه القانون في ماتش الترجي برضه ابرامو لما حطها. لمصلحتك زي الفل، مش لمصلحتك تقول قانون ومش قانون، وهي لا في قانون ولا في بتنجان، بس انت تقول لي ايه؟ عايش دور الضحيه والمؤامره الكونيه. يا ابني انت مفيش منك امل، يعني انت بترضى بالظلم وترضى بالحرام وزي الفل على قلبك وبايه، وبتتباهى ان انت ايه كسبت ظلم وبتاع لمجرد ان انت بتكيد ناس. يعني انت لقيت شخصيتك ومبادئك. اما انت متربي على حلال وحرام ازاي؟ اما انت كنت بتروح مدارس ليه وبتحضر المدرسة وبتروح جامعة والكلام ده كله، وبتروح تصلي في الجامعة على اساس ايه؟ ما بلاش بقى نتعلم وبلاش بقى نعرف الصح من الغلط، ما هي ماشية كلها حرام وعادي وبتتفاخر بالحرام. زعلت من كلامي؟ ما تزعلش، ولا اقول لك ازعل، انا اصلا ما بحبكش.